المكان كبير جدا وفيه قعدات كتير مختلفة، واحنا قعدنا في القاعة المكيفة عشان الجو حر نار. طلبنا الاوردر وما تأخرش قوي على ما نزل، والمهم ان كل الاكل كان جاي سخن حتى العيش. سخنت بالشوربة والملوخية اللي بينزلوا ضيافة من المكان وكانوا كويسين. بدأت بالعشق، التحميرة، ودي بتبقى لحمة متحمرة في بصل وفلفل وطماطم وعليها تحبيشة حامية شوية، بس عموما دي توب التوب. الكفتة عندهم تتبيلتها حلوة قوي وجوسي كده، اكتر حاجة عجبتني هناك فعلا. اللحمة المشوية برضو حلوة وطرية، بس الكفتة احلى. الرز باللحمة الشمبري بقى يتقسم لجزئين، الرز تحفة بس اللحمة عادية قوي، لو طلبت اي حاجة تانية بدلها يبقى احسن. مصطفى القاضي بقى طلب ممبار وعجبه قوي. نسيت اقول لكم ان المبكبكة كانت وحشة جدا جدا، ناشفة كده وصلصتها قليله قوي. وهنا الشباب كانوا مبسوطين سواء بالاكل او بنهايه 5 سنين هندسه الحمد لله. وطبعا ختمنا بالشاي الزردة بتاعهم سواء الاخضر او الاحمر. وما تنسوش اللايك والفولو، و سلام.